السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير حسب ما الفيديو وصلكوا يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده يا بنات طبعا مش داخله اتكلم عن الفيديو، طبعا الفيديو اللي هيتكلم عن نفسه، تمام؟ انا داخله اتكلم عن بنوته اموره بعتلي مسج، يا رب يريح قلبها يا رب، يا كل جميع المسلمين. بصوا يا بنات، هي بتدينا رايها في حاجه، وكل واحد عنده كلمه كويسه يا ريت تقولها، وبلاش تنمر وبلاش تقول كلام وحش يأذي البني ادم او يأذي الواحد، تمام؟ دلوقتي هي دخلت بعتت لي بتقول لي يا مامي انا كنت قاعده مع حماتي، بعمل لها كل حاجه، بكنس لها وبمسح لها وبطبخ لها، وكل حاجه كنت بعملها لها، والله العظيم ما كنتش بخليها محتاجه حاجه خالص. المهم وكان انا عندي سلايفي طبعا كلهم متجوزين، مفيش غير كان بنت واحده بس هي اللي قاعده معانا، اللي هي عمتها يعني، دي اصغر واحده. بتقول لي دي ورتني ايام وحشه كتير قوي قوي قوي، كانت بتعاملها معامله وحشه، كانت بتكلمها باسلوب مش كويس خالص، وكانت لما بتروح تشتكي لحماتها وتقول لها ما ينفعش تعمل معايا كده او تتكلم معايا بالطريقه دي، يعني ايه، ما كانتش بتقف معاها، ما كانتش بتقف مع مرات ابنها يعني اللي هي البنوته، كانت بتقف مع بنتها، تقول اللي تقوله وتعمل اللي تعمله، دي عيله مش عيله، وهي اصلا ما شاء الله ده مش عيله خالص، هي ده الله اكبر اللهم صل على النبي عندها 20 سنه، فين العيله في كده؟ المهم ما علينا. قلت لها وبعدين، قالت لي وبعدين كنت قاعده بقى كنت بعمل لها كل حاجه، والله ما كنتش بخليها محتاجه اي حاجه خالص، وقلت اللي انا هعمله هيتردي لي بعد كده، وكما تدين تدان، اللي انا هعمله النهارده هي ايه هيقعد لي بكره. فكنت بستحمل كل حاجه وما كنتش بشتكي لها منها خالص، مهما كانت بتعمل معايا حاجات وحشه برضه ما كنتش بشتكي لها من بنتها خالص، لحد ما جه اليوم ان بنتها دي تتجوز، تمام؟ قالت لي اتجوزت ورحت معاها الكوافير والحمد لله والدنيا زي الفل مفيش اي حاجه خالص. وبعدين جه في يوم من الايام لقيت حماتي بتقول لي روحي ودي لها الاكل ده، ايام الفرح بقى كانت كل يوم مثلا حماتي بتعمل لها اكل وكده وكنت بروح اوديه لها. قعدنا شهرين على الحال دوت، بعد الشهرين ما خلصوا لقيتها كل يوم اكنس لحماتي وامسح لها واعمل لها كل حاجه، وتروح جايه واخده بعضها وتروح هي تروح تكنس لبنتها وتمسح لها وتعمل لها كل حاجه، فما كانش بيعجبني الوضع. طب انا بعمل لك يا ماما، هي راحت قالت لها يعني كده، انا بعمل لك يا ماما عشان خاطر انتي ست كبيره وعشان خاطر صحتك، يعني انا اهلك صحتي عندك وانتي في الاخر تروحي تعملي لبنتك، ما كده حرام. قالت لي انا قلت ايه كمان ماشي مفيش اي حاجه عادي مشيت اموري. بعدين جه في يوم من الايام برضو لقيتها بدات بقى ايه تشتغل لي ان انا كل يوم اعمل لبنتها اكل، يعني كل ما اطبخ لينا لازم اعمل لبنتها اكل واوديه لها، كل ما اطبخ كل طبخه اوديها لبنتها. قلت لها وبعدين؟ قالت لي كان لازم ما يعديش يوم غير لما اودي لبنتها، كل يوم تقول لي اطبخي لها وروحي ودي لها الاكل، اطبخي لها وروحي ودي لها الاكل. طب يا ماما كده مش هينفع، قالت لها انت مالكيش دعوه، انت مالكيش فيه. قالت لها يا ماما طب ازاي مش ازاي، البنوته كانت زعلانه لان جوزها مسافر وكان بيصرف على مامته وعليها وده عرق جوزها، حرام ان يعني مامته تخلي عرقه يروح لواحد تاني ولبنتها، وبنتها دلوقتي على ذمه واحد تاني، يعني على ذمه راجل قصدي يعني، فاهمني؟ بتقولي انا سبتها وما عدتش قاعده معايا تاني وتعبت من الموضوع دوت، ودلوقتي عايزه اعرف ده حرام ولا حلال، ويا ريت تساعدوني. ويا بنات لو عندكم كلمه حلوه بالله عليك يا ريت تقولها لها. وده فيديو النهارده، يا رب يعجبكم، مع السلامه.